السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تقرير عن كلب سافل وعاهر وشخص ذليل إلى أبعد المراحل. والله يا إخوان، قبل شوي نتكلم عليه ونهينه وهو يحب ويفرح ويرتاح ويقول سبوني أكثر. أنا بحكم خبرتي بالأمينو، ما شفت أجبن وأذل وأحقر وأهون من ذا الشخص. طبعا ذا الشخص الحقير الحثالة اللي ما له قيمة بتطلع صورة حساباته أمامكم الآن. دقيقة دقيقة قبل أظهر صورته. الكل يتوقف لحظة ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن شوفت حسابه أسوأ من دخولك الحمام. عزيزي المشاهد، ها هو الحقير الذليل المهان ذو الريحة الزق وأقذر من وجد بالأمينو. هذا الحقير الخاضع تحت أرجل البنات. قبل قليل، هل تعرفون ماذا فعل؟ يقوم بتهديد البنات، وسأنشر لكم كلامه وهو يهدد: كل يوم يلاحق بنت العبد. تعرفون أولئك الأشخاص الذين يدخلون الخاص للبنات ويقولون لهم: هل يمكن أن أكون عبدك؟ هذا واحد منهم، هذا اللي أسس هذه الجماعة. أما الآن، اسمحوا لي أن أسفل وأحقر فيه ببعض الكلام القليل بحقه. اسمع يا هالكلب الأجرب، يا هالنتن اللي ما له لا قيمة ولا وزن، يا وسخ يا ريحة المجاري اللي تخنق الأنفاس، يا حقير يا زبالة البشر، يا اللي مكانك الطبيعي في مزبلة التاريخ مو بين الأوادم. والله يا أنك حثالة بمعنى الكلمة، يا اللي ما تسوى شيء، يا الخايس يا المتعفن، يا اللي ريحتك وصلت للمريخ من كثر ما أنت وسخ وقذر، يا رخمة يا جبان، يا اللي ما فيك ذرة رجولة ولا نخوة، يا الخكري يا المخنث اللي ما يتشرف حتى النساء تكون تحت أرجلهم. انت عارة على كل من عرفك، يا اللي أهلك تبروا منك ويستحون يقولون أنك منهم. يا نكرة يا عديم الأصل، يا ولد الشوارع، يلي ما تعرف لك أب ولا أم، يمكن لقوك مرمي في حاوية زبالة من كثر ما أنت قذر وناقص. يا ديوث يا عبد البنات، يلي تبيع شرفك ورجولتك برخص عشان كلمة حلوة من بنت، يلي تنبطح وتلحس أقدامهم. والله إنك أتفه من البعرة وأوسخ من الخنزير وأقذر من كلب الشوارع الضال، يلي عايش على الذل والإهانة، تتلذذ بالسب والشتيمة، يا المازوخي اللي تدور الناس تدوسك بمداسها. يا أبو وجهين يا منافق، يلي تتلون مثل الحرباية، تبيع وتشتري بالكلام عشان مصالحك الوسخة. انت مو رجال، انت كيس قمامة يمشي، وحتى كيس القمامة له فايدة أفضل منك. انت مجرد حشرة ضارة، طفيلي يتغذى على قذارة النفوس، يلي مالك وجود إلا في حاويات القمامة. يا قليل الأدب يا عديم الأصل، يلي ما شفت خير في حياتك، واضح أن أهلك ما ربوك صح ولا عرفوا يربون رجال. يا اللي عقلك فاضي مثل طبل أجوف، ما تعرف إلا الرذيلة والانحطاط. يا اللي تتسول الاهتمام على حساب كرامتك المذبوحة. يا اللي كل من شافك يشمئز منك. والله إنك أرخص من التراب اللي نمشي عليه. يا اللي ما تستاهل حتى البصق في وجهك. أنت عار على كل كلمة مدح وعار على كل صفة حسنة. أنت مجرد خنزير يتمرغ في وحل القذارة، وأنا أستحي على نفسي إني أضيع وقتي في سب واحد مثلك. يا نجس يا قذر يا خايس يا كلب يا ابن الكلب، يا اللي ما فيك عرق حي، يا اللي ما تعرف إلا الدناءة، يا عديم الشرف يا قليل الأصل، يا اللي أهلك تبروا منك من كثر ما أنت عار عليهم. يا زبالة البشر، يا أوسخ من ريحة المجاري، حتى الحيوانات أشرف منك يا الدودة. يا الخايس يا المتعفن، يا اللي كل من شافك تقرف منك. أنت نكرة، لا لك قيمة ولا كرامة، مجرد حشرة ناطقة. يا الوسخ يا قذر يا حثالة المجتمع، ما تستاهل حتى البصق في وجهك. يا الواطي يا عديم الشرف، يا الديوث، يا العبد اللي ماله سيد، يا اللي ما تعرف غير انك تذل نفسك للبنات. يا الخكري، انت مسخرة ومضحكة، والله انك عار على الرجولة. والله يا اخوان، كل هذا الكلام قليل عنه، من كثر ما شفت من حقاره فيه اجد نفسي عاجزا عن إيفاء اللعن في حقه. هذا الكائن المترنح في قاع الحقارة، الذي يتسول الإهانة ويتغذى على الذل، لا يستحق حتى أن يذكر اسمه. هو مجرد نقطة سوداء في سجل الإنسانية، وصمت عار على جبين كل من عرفه. يتخفى خلف الشاشات، يتظاهر بالرجولة، وهو في الحقيقة لا يزيد عن دودة قذرة تتلوى تحت أقدام من يطاوعها. لقد رأيت بأم عيني كيف يركع ويتوسل، كيف يتنازل عن كرامته المتبقية ليحصل على فتاة من الاهتمام المشوب بالازدراء. إنه كائن لا يتنفس إلا الذل، ولا يعرف للرجولة طريق. يختبئ خلف ستار من التهديدات الفارغة، بينما قلبه يرتجف خوفا من أدنى مواجهة. هو مجرد كيس قمامة يمشي على قدمين، يفوح منه نتن الذل والعبودية. لا يرى في النساء سوى فرصة لتدنيس نفسه أكثر،
ليعمق من هاوية الانحطاط التي يسقط فيها. إنه الأسوأ، الأقذر والأحقر من أن يتواجد بين البشر. هذا هو الوجه الحقيقي للجبن والخنوع الذي يتجسد في هذا الكائن الحقير. احذروا منه وانتظروا باقي الإهانات والفيديوهات عليه.